3-1 انا 3-1 قلت 3-1 بر. وحتى سمير كيف وقتها ظل لي قال 2-1 سمير. لا سمير قلت 3-1 انا قلت زوز بلاش. زوز بلاش. باهي فينال للتاريخ، متوج للتاريخ، اول مره بي اس جي يحط اسمه على قائمه المتوجين بالتشامبيونز ليج. هل نجموا كونكريتمون نحكيو على نهائي تاريخي فيو سكور؟ فهمتوني ولا بعد الخمسه بليش خالد؟ هو راهو هما صارت 2 كارتون معناتها ملي بدات الشامبيونز ليج هذايا معناتها. فما لاجاكس ربحت عام 95 واي وخمسه ما تعارض نتيجه هي لاجاكس عام 95 وسنه بي جي والانتر. دونك ماتش كبير الحقيقه باش يقعد في التاريخ نتاع جماهير بي اس جي. برهن لويس انريكي من احسن المدربين في العالم، كان هذايا مش باغمي لي دو بروميي معناتها هذايا الثاني ظل تشامبيونز ليغ من بعد البرسا. شفنا البي اس جي كانت نجم تكون سكور اكثر. شفنا نحن الحكم ما زادش الدومي تون، ما زاد حتى دقيقه دو تون. وقلنا معناتها الحقيقه معناتها الانتر بي جي قويه برشا ولا الانتر فازت فيها. شوف الموين داج في الكوره راهو عنده امبورطونس كبيره. راهو الموين داج نتاع البي جي 24.4 والانتر راه في ال 33 حتى برشلونه صغار. اي نحكي لك فهمت الخبره اللي غلبت كفه الانتر ضد برشلونه خانتها ضد البي جي. شنو لا ديفيرونس ما بين البي جي والبرسا؟ انه عندهم مدرب البي جي يعرف كيفاش يتعامل مع المباريات. معناتها المباريات الكل يلعبهم باش يوصل الفينال، لعب مباريات كبيره ضد استون فيلا، ارسنال، معناتها هذوما كل مباريات كبيره واقنع. معناتها كسوا في اللالي كسوا في الروتور كان مقنع البي جي ضد بي جي ضد ارسنال ولا ضد الانتر ولا ضد استون فيلا. الحقيقه يسحق جماهير بي جي وتسحق الفريق هذايا، فريق ممتاز. خاصه قلنا نحن الوسط الميدان اللي كي بدا عندك فيتينا كيفاش يلعب. تظهر لي فات نومبر دو باس في ماتش، فات اكزافي اللي كان اكثر واحد عطى نومبر دو باس. كيف كيبدا عندك منابي كيما المدافع باتشو والكره الثانيه كيفاش معناتها بالجرينتا وبالقلب كيفاش معناتها جبتها منحها وجابت كونتر اتاك جابت بونت. يبدا عندك حكيمي هذايا ثاني تشامبيونز ليج من بعد الريال اللي تحصل عليها. عندك ديمبيلي، عندك دوي، معناتها الاسم على باش نحكيو على الجوارات شكون الجوار. شوف الوسط فكت الوسط شوف قداش نومبر دو باج ما بين الملاعبيه في وسط الميدان، وتشوف فيتينا وتشوف معناتها على اليسار تلقى اسمه كفارا. دوي الحقيقه ملاعبي عنده بوكو دو كاليتي. عندك حارس مرمى ممتاز. والانتر ما جاتش في نهارها الانتر الحقيقه. وذا اسمع حكيت فيه انا عادي انه عنده برشا اصابات وحبوا يرجعوهم للفينال هذايا. دي ماركو لوتارو مش فون فورم، كيف تورام ظاهرين معناتها راجعين من اصابات اقوى منها برشا متفاهمين. اما اقوى منها لدرجه 5 بلاش هذا كان هذا سؤال. نرجع للبي اس جي باكي 22 جانفي بي اس جي مانشستر سيتي دقيقه 53 2 بشي للمانشستر سيتي. بي اس جي خارج المسابقه بعد صارت الريمونتادا 4-2. بي اس جي تتعدى البراج برمي لي ديرني. ما كانش تاهل سهل، كان لازم تمشي تربح في المانيا في الجورني الاخرانيه. بي اس جي بعد اثنين بلاش جوستومون كونتر سيتي، هل هذاك كان لو ديكليك دو لا سيزون الميتون الثاني نتاع مانشستر سيتي؟ اكيد جدا. اكيد معنا لو كان راتات دوزيام ميتون هذيك راهي مش موجوده في اللعبه اصلا. اللي باهي في البي اس جي عندهم قدره عجيبه على الصبر. معناها يلعبوا ويستناو، معناها ما يفسدوش، معناها ما ثماش البريسبيتاسيون اللي تهزهم لإضاعة الفرص على بعضها. اللي باهي أكثر أني مجموعة تلعب، ما هيش دي انديفيديو يلعبوا. وراء هذا الكل الظاهر أنه ثم بصمة متاع مدرب كبير برشا، مدرب بدون نجوم. بدون نجوم على نجوم في بي جي.
لاعبيه باهيين ما ثماش برشا نجوم في برشا نجوم عمل منهم ايكيبا مش بدون نجوم مش نجوم. شوف راهو النجم مش في مستواه فقط مش في النجم هاله كامله. معناها كي نقولوا نجم معناها في لعبه وفي اخباره وفي حياته وفي محيطه هذه براتيكمون بريسك موش موجود في البي اس جي. ثم ملاعبيه ممتازين. ما يكفيش انه البي اس جي قادها لويس انريكي للتتويج هذايا، ولكن رشح منها اكثر من لاعب للكره الذهبيه. وي ساسي شو باش نحكيو فيها. فهمت. وعندي فيها راي بعد كي نحكيو فيها. انه البي جي تربح الفينال كان امر عادي. اني تربح 5 هذا اللي مش عادي، خاصة وانه الانتر ماهيش باش تنسى تاكل 5 ماهيش باش تنسى تاكل ب3 وبال4. على الاقل الانتر والطلين عادة معناها في المستوى الدفاعي يخسر مي افيك لو مينيموم دو ديغا. لا بقوة سعد البير بقوة السيتي وقت وصلت فينال مع الانتر واحد هاي معناها لدرجة انه معناها مردود الانتر يثير ماهوش مفهوم. هذا سؤالي. احنا في تونس يفسروه بسهولة. تونس احنا مهفات يقول لك كونترنور خايب وبيه عليه انزاغي معناها ما يصلحش بدوره. هذا تفسيره التونسي معناها بالشعبوية التونسية. مي يجيك نهار الله غالب، يجيك نهار مهما وهذا لازم نفهموه، مهما تكون قوتك راهو يجم يجيك نهار تكون الله غالب هكا ما مشيتش. فهمت. ما نتصور ان انزاغي بيدو ما عندوش تفسير للي صار، معناها انه بشكل 5 ربما عنده تفسير انه يخسر. اما يخسر ب5 هو بيدو ممكن وملاعبيه الانتر ما يجموش يفسروها. انا بدي نتفرج مانيش مصدق معناها ولو اني انا متعاطف مع البي جي لا محاله. مانيش مصدق انه الانتر كراكوز معناها خرجت في الماتش معناها كاريمون. نتصور بندموا انه ترشحوا الفينال اصلا. لانه تخرج بالشكل هذاك بطريقه مهينه معناها. فهمت. فريمون غريبه. طارق لويس انريكي سالوه قبل السيزون كيفاش تقول راهو ايكيبتي باش تولي خير وقت اللي انت خرج لك انا اتاكون يماركي لك في 40 بونتو في الموسم. قال خرج واحد يماركي في 40 بونتو في الموسم، عندي 4 جوارات يماركيو كل واحد 10 بونتو في الموسم مينيموم تو سامبلومون. ايوه قلنا هنا مرة هذه ميزة اللعب الجماعي. هذا ما نقص حتى شيء من القيمة الفنية والإضافة اللي يعطيها كيليان مبابي لأي فريق. سؤالي دونك أنا نجيك ما بش تكملة لسؤالك. ما زلت ما سألت شيء. أي ما باش نريبوندي سور سا. فهمت. ما خاطر قلنا ما في بس نذكروا العباد. كيليان مبابي كان نجم وكان عنده إضافة كبيرة برشا مع باريس سان جيرمان كما إضافته سنة مع ريال مدريد. ولكن خروج كيليان مبابي خفف اللعبة وحاجة معناتها تنحات على ظهر لويس انريكي اللي خلاه معناتها يعطي فريق يقدم لنا نسخه نتاع فريق جماعي. واللعب الجماعي هي طريقه معناتها تجيب لك الالقاب، طريقه تضمن لك الاستمراريه نتاع الفريق على مده مواسم مش موسم فقط. سؤالي ديمبيلي اول بريسينج يعملوا في الدقيقه الثالثه، اخر بريسينج يعملوا في الدقيقه 89. انا اجابتي حاضره. سؤالك ستة. هل بوجود مبابي كان البي جي يوصل نفس النتيجه؟ نجم يكونش. قلت لك اما كيفاش مبابي معناتها يدخل في المنظومه الجماعيه هذه ومنظومه البريسينغ. كونيسون مبابي نعرفوا عليه هل كان ينجم يدخل في المنظومه؟ ما صارش عمناو لانه نفس اللاعبين تقريبا شويه اضافات معناتها في باريس سان جيرمان، ولكن ما صارش عمناو بوجود مبابي لانه فما نزعه فطريه عند لاعبيه الكره. كيبدا عندك في ليكيب ميجا ستار كما قلت لك كريستيانو رونالدو باغ اكزومبل ولا ميسي، اول حاجه تلوج تعطيه هو الكره، ما تخممش في الحل الجماعي شكون صاحبك اللي في بوزيسيون احسن. انا هو معناتها التمريره المفتاحيه اللي تنجم في الاخر توصل بونتو. انا قلت البارح كي نشوف باريس سان جيرمان والسيزون كله راهو الحقيقه معناتها وما ماتشات نتاع ليفربول معناتها دليل على شنو بيزي السنه. استاذ الهندسه اللي قري طلبه الهندسه كي يحب يفهمهم شنو معناتها الميكانيزم نتاع الرولو كومبريسير لازم يتفرج في باريس سان جيرمان بالحق. الطريقه اللي قاعد تلعب بها معناتها هو اللي ميكانيزم تاع الرولو كومبريسير كيفاش قاعد يخدم معناتها. قال سعد باقي كلمه مهمه جدا انه فما صبر انك ما تزربش
جايه معناتها البونتو والا التتويج ولا ربح جاي، لانه الفريق عنده كل مقومات انه باش ينجح في المهمه اللي موجوده عنده مهما كان المنافس. راهو الانتر صحيح باهو مش في نهار كبير برشا نهار الفينال، ولا بالك شيء في نهار خايب برشا، ولكن الانتر ماهيش مختلفه، نفس اللاعبين نفس الديسبوزيسيون تكتيك نفس معناتها لونجاجمون معناتها ديفونسيف، ولكن الرولو كومبريسور اللي قدامك يلز مثلا دي ماركو انه يعمل غلطين في تقريبا في دقائق، يكون دي ماركو يولي دي ماركي ما تولي بلاصتو مخليها كومبليتمون معناتها فهمت. هذا هو الفريق اللي قدامك. علاش ديما ماذا بينا وحتى هذا ينطبق برشا على تونس، استحقاق الفايز يلزمنا نحافظوا عليه، لانه راهو مش ديما كل منهزم راهو خايب وما يسحقش ما عنده حتى شيء، ولا مظلوم ولا معناتها يا الاربيتر ظلمه يا هو الظروف معناتها المحيطه به ما خلتوش. فما فريق يفوز معناتها موفر آلية الفوز ويستحق انه نحكيوا عليه ونشيدوا به، وهذا هو باريس سان جيرمان بالضبط. معناتها تنجم تحكي على المساله هذه، وقد معناتها يوفى الميسيون هذه و10 ميسيونات قدها ما تنجمش معناتها توفي اللي يعمل فيه لويس انريكي. ونعاود نذكر العباد راهو نجاح كرة قدم الإسبانية عموما بمنتخب الأول ومنتخبات الشبان راهو بدات قصتها وتو مشروعها مع لويس انريكي. نفكروا الناس كل شنو صار في المونديال 2018 اللي يعتبروه معناتها مش مونديال ناجح، لكن البذرة نتاع الفرق هذه والفريق الأول نتاع المنتخب الإسباني بدات 2018، لكن مالوريزمون معناتها بنته توفات وصارت له عدة ظروف وكله معناتها ما كانش مركز برشا على كرة قدم لويس انريكي. هذاك علاش خلاه يخرج من الاتحاد الإسباني كل كرة قدم، ومشروع يقف. المشروع هو قاعد يبدا فيه باريس سان جيرمان، وانا نعتقد عرفش ممكن هي الكره راهي متغيره برشا، لكن نعتقد الفريق هذا عنده كل المقومات باش يسيطر سنوات على كره القدم الاوروبيه. خلوده كي تقرا سكور 5 بلاش عاده جينيرالمون تلقى في الفيش دو ماتش بينالتي، تلقى بونتو كونتر سون كون، تلقى حاجه، تلقى بونتو مش مزيان في اللو. معناها الخمسه بونتوات مخدومين مليح، الخمسه بونتوات كانوا مؤثرين في اوقات محدده. بالنسبه لك انت انا هي الاكسيون الاكثر اهميه في المقابله؟ ما اكثر من بونتو شباب هما الخمسه شباب، معناها اكثر اكسيون شباب هي هي التالوناد نتاع ديمبيلي وفيتينا دخل معناتها الى اليميني الليني نتاع الميليو بالتالوناد نتاعو الفيتينا الى اليميني لي ميليو تيران نتاع الانتر، وكيفاش مشى وما عطاهالوش بزربه الدوي، مشى فيكسا وعطاله مومون بريسي باش نجم خليه مرتاح قدام الكاش. كلكم متفقين على ديمبيلي هي هو الاكسيون، هي الاكسيون دو ماتش. انا عندي اضافه شويه ديما البونتو الاول لا باش نمشي بك شيء اخرى سامحني. انا اما باش الوقت ما يزرماش لازم نحكي على الموضوع هذا، لانه يصلح برشا لكرة قدم التونسيه ومعناتها قاعدين موضوع الساعه هو دور المدير الرياضي. لويس كامبوس بدا التدريب حتى 2005 3 سنوات الاخيره، 3 مواسم الاخيره في كارير نتاعو يطيح الفرق اللي درب فيها. عمل هكا ترتيحه وقال انا مبالكش ما نصلحش في ميدان التدريب، وبدل المهنه نتاعو كومبليتمون، والا معناتها ولا كشاف مواهب ومدير رياضي. مشى عمل تجربه صغيره في ريال مدريد مع مورينو، ما قعدش برشا، ومن بعد النجاح نتاعو عارفه في موناكو. انت قد ما نحكيو على الملاعبيه اللي طلعهم في موناكو، فالكا وغيره ومن بعد خامس رودريغيز، ومن بعد مشى الليل نفس المسألة. معناتها عمل أغلبية اللاعبية الكبار الفرق لا بخلاف تيتر. دور المدير الرياضي أنه يكتشف لك ملاعبية اللي ما راهم حتى حد ويطلع منهم معناتها أبسوليمون. ليل توا أغلبية الأندية الأوروبية عندها ملاعبين من الليل، فهمت. ومن بعد باريس سان جيرمان شوف معناتها صبروا وسنا جددوا له الكونتراكت نتاعو، رغم انه كان مطلوب في المملكه العربيه السعوديه للاشراف على المنتخب كمدير رياضي بثمن خيالي، ولكن الراجل هذا معناتها عنده استحقاق كبير برشا في تتويج باريس سان جيرمان. باهي باكي ديمبيلي دور مهم جدا. الاكسيون دو ماتش ممكن الاكسيون جميله جدا نتاع التالونات باش تقعد في التاريخ كيما الخمسه بونتوات. بالنسبه لي انا لوتر اكسيون زاده هي البونتو الاول، على خاطر دوي باش يعدي باس الحكيمي وقتها جوستومون نحكيو على ميتريز كبيره ونحكيو على صحيح راهو عمره 18 سنه دوي. سينا قلنا الديكليك صار في مقابله مانشستر سيتي في المقابله قبل الاخيره في دوري المجموعات.
ما بين الدوري المجموعات والدومي في والفاز فينال، كسوا البراج ضد بريست ولا بعد ضد ليفربول وغيره وغيره وغيره، كميم فما ملاعب يجي اسمه كفارا. دور كفارا في هل كيف بدون كفارا كان ينجم بي جي يوري التصويره هذه؟ بون هذا تنبؤ ما نجمش نتبقوا. مي اللي نجم نقول لك انه كان اسهل للويس انريكي باش يكون عنده كفارا من انه يكون عنده مبابي. فوالا باهي الريبونس هذا هو. معناها مش معناها كفارا خير من مبابي ولا مبابي خير من كفارا. مش مساله هذا خير من هذا، ولكن تركيب هذا في الكونسيبت اللي حب عليه انريكي كان اسهل له مع كفارا، لانه مبابي قعد عايش ويستقات من الجانب الاكسبلوا انديفيدوال. بار كونتر كفارا ظهر انه يذوب في المجموعه، معناها لعبه ويدخل في الجروب ويفيد الجروب ويستفاد من الجروب برشا. هذاك علاش كانت عنده فعاليه كبيره ومستوى فريمون خلى البي جي تنسى انه كان عندها في يوم من الايام لاعب كبير اسمه مبابي، معناها ما خلاش بلاصه بالكل. وهذا شفناه سواء حتى على مستوى البطوله الفرنسويه ولا مستوى كوب دوروب، معناها ما تحسش انه البي جي خرج منها بلاعب كبير، فهمت؟ علاش هذا يرجع للكونسيبت دو لونترونور، انه كرة القدم هي لعبة نتاع مجموعة، فهمت؟ والمجموعة باش تكونها لازمها تكون متجانسة. هنا انا لويس انريكي يذكرني بالعظيم بالنسبة لي، واللي هو اقوى مدرب وباعتراف الخبراء الكل في تركيب الملاعبية مع بعضهم، اللي هو فينجير. معناها فينجير تعطيه 30 ملاعبي متوسط يخرج لك 11 يربح بيهم مش يحب، ويوريك فيهم كورة معناها حاجة أخرى. وال11 هذوكم 8 منهم يتباعوا بعض بأغلى الأسواق. حسبك باش تقول فيرجسون كي قلت فينجير بلبستها. والله مش نقول لك هذا مش رأيي أنا كما قلت لك أنا دوري كصحافي أني أبحث وأنقل المعلومة إلى الصحافة الفرنسوية. ثم لا مش صحافة فرنسوية برك، صحافة فرنسوية صحافة إنجليزية، معناها تكلموا برشا على قدرة فانجير. طبعا قدرة فانجير على استكشاف المواهب ثم على تركيب المواهب مع بعضها. موقعه الحالي هو مدير تطوير كرة قدم في الفيفا. ولو كلمة تطوير كرة قدم معناتها مش مسألة، مش مهمة سهلة. راهو نحكيو على مدرب يقعد لك 20 سنة في فريق بريسك ما هز شيء معاه، ورغم ذلك انت هو اللي تقعد لانه متماشي مع مشروع ارسنال وقتها اللي هو الاستكشاف وبيعالم لاعبيه وتدخيل الفلوس. باهي ما عادش عندنا وقت للحديث على الفينال. بالون دور اذا كنت تختار ملاعب يكون من الظلم ومن الحيف ومن السرقه ومن العنصريه اللي شفناه قبل برشا مرات. الحكيمي حطينا معاه اكثر واحد يستحق في العالم بالون دور حكيمي اكثر من ديمبيلي. توا بعد هو ديمبيلي قد عنده من الشامبيونز ليج. ما يهمنيش احنا نحكيو البالماريس. لا كي نقولوا بالون دور نحكيو على السيزون هذه. شكون المؤثر اكثر ديمبيلي ولا حكيمي؟ عندي انا حكيمي يلعب وين يلعب حكيمي؟ ارير دروا. لا ما نعرفش انا واحد بالناس. حكيمي يلعب بارتو. حكيمي يعمل كل شيء. وحكيمي عمري ما ريته انا على الاقل في الماتشات اللي شفتها نتاع البي جي سنا، عمري ما ريته في ماتش بس. والبيرفورمانس نتاعو 100% في لي ماتش الكل. في بالك وكاليتي تكنيك كبيره برشا وإفار وقوه وروح واللي تحب انت كل. انا قلت لك سرقه اذا كان ما عطاوهالوش سنا سرقوها عمناو مش يعاودوا يسرقوها برشا مرات. في بالك حكيمي سنا ماركا في الكاغ دو فينال تشامبيونز ليج ضد استون فيلا، وماركا في الدومي فينال ضد ارسنال، وماركا في الفينال ضد رامس في الكوب دو فرانس، وماركا ضد الانتر. لا بيان سور. اما نرجع ونقول راهو في الاخر اليوم اللعبه نتاع البالون دور ما عادش نستعرف بها برشا راهي جائزه البالون دور. نعرف باش نبدا متفاهمين. اما ولات معناها الا بيردو بوكو دو كريديبيليتي. اما من الظاهر انه الاعلام الفرنسي قاعد يدز في ثنيه ديمبيلي مش في ثنيه حكيمي للتتويج بالبالون دور، والشيء هذاك يلو سون بروبليم. معناها بي اس جي كل قاعده تدز. البارح في الباراد اللي صارت في الشانزليزيه كابيتان نتاع بي اس جي خذ الميكرو وطلب من الجمهور الكل معناتها يحكيوا الحكايه هذه ديمبيلي بالون دور، وهذا ماهيش مساله اعتباطيه، هذا كله مساله تسويقيه. وزيد نزيدك حاجه اخرى.
اذا ديمبلي خذا دوري الامم الاوروبيه مع فرنسا في الموسم هذا معناتها ما عادش فما حتى امكانيه باش نشوفوا حكيمي يكون هو بالون دور. فهمت المساله كل ديمبلي يلعب في المنتخب الفرنسي، باريس سان جيرمان فريق فرنسي، كل الاستثمار وكل المسائل السياسيه للبالون دور تتوجه في الاطار هذا. ما انا مع سي عباقي مع خالد انه حكيمي يستحق معناتها بامتياز كره ذهبيه، ولكن على الواقع نستبعد برشا انه ياخذها. بي جي موجود في كوب دي موند. بي جي الجران فافوري للكوب دي موند. كان الشيمينو مش موجود. البي جي جران فافوري للبالون دور ولا للكوب دي موند؟ للكوب دي موند ولا والله شو نقول لك. الريال تلعب حقا. لا مش الريال هي ابار الريال تلعب هذيك معناها هذيك من امور معناها الواحد. اما كيف ستكون ردة فعل بي جي بعد هالنشوة القوية جدا نتاع اول فوز بكاس اوروبا؟ لا حاجة اخرى سي باقي خاطر جاي تو الكوب دي موند جوست بعد هو البي جي تو كملت سيزون. معناتها تعب قد كيفاش باش يتعامل هو مع راحة اللاعبين، فما فاكتور دايرة بلوز امبورتون خاطر عام راهو سنين عام عليهم برشا. لا وعندك حاجه اخرى معناها تشوف انه حقت البي جي اوبجيكتيف استوجب قرابه 10 سنوات من الجهد. معناها 10 سنين معناها نفسي اكثر من البدني. معناها الناس تو معناها اختاني معناها فهمت ربما انا بهم ما يلعبوش كومون فونتيني فوالا كومون سكي فونجيري معناها هما الفتره نتاع 10 ايام ينجحوا باش يستعيدوا قواهم كما كانت ام لا، هذا تو نشوفوه بعد. طارق اظن انه بي اس جي بلويس انريكي قادر بسهوله معناتها ترجع تركز في كاس العالم، لانه لويس انريكي مدرب معناتها منضبط جدا ويطلب من ملاعبيته معناتها يقول ملاعبيته كل معناتها منخرطين في المشروع نتاعو، وهذا ظاهر معناتها حتى في اللونجاج كوربوريل وطريقه التصريحات نتاع الملاعبيه وكيفاش يدوروا بالمدرب نتاعهم معناتها عنده تاثير معناتها كبير برشا عليهم. بقينا فما وجه راي في اللي قالوا الاولاد، لانه تعرف الشيخه نتاع البارح والحفله اللي في الشانزليزيه وبعد ماشيين لليزيه لاستقبالهم الرئيس، واكيد السهريه اللي قبلها مع بليله الماتش في ميونشن والبارح في باريس. نعتقد باش تخلي الاستقلال نتاعها، ولكن هذوما ملاعبيه من مستوى عالي. نعتقد في ظرف ال10 ايام اللي مازالوا معناتها ينجموا يرجعوا يكونسونتري ويرجعوا شفنا ولد عمليه ولا خاصه انه البنك نتاع باريس سان جيرمان اللي يفورني لا انك تسمح الروح تحط باركولا على البنك لانه عندك دوي رغم اللي والطفل اللي مركز البونتو الخامس الحقيقه معناتها ايزونس تكنيك وتكتيك معناتها كيفاش تطبق الكره كيفاش معناتها حقيقه فريق مهم جدا ما يلوب. هكذا هو صفحه الشامبيونز